السلام عليكم. نلتقي مجددا في تحدي جديد بعد تجربتي بالمرة الثانية على التوالي. أنا المسمى ريتاج بن علي، أدرس بالصف السادس في المدرسة الابتدائية حي الخضراء. لقد أدركت أن كل كتاب أقرأه ينقسم فيعزز لغتي ويزيد فهمي ويهذب أخلاقي ويرقي أسلوبي في الكتابة والحديث. ولو لم أشعر فإن الكتاب كان بمثابة عصا من الأمل أتكئ عليه في لحظات حزني وانكساري، وسأتكئ عليه في لحظات اشتياق واحتضاري، فكان بمثابة دافع لي نحو تحدي القراءة العربي. كنت أقول لنفسي: ريتاج أنت تستطيعين، ريتاج أنت قادرة. طرحت سؤالا على نفسي: كيف لي أن أطالع 50 كتابا؟ كيف لي أن أطالع 50 كتابا؟ لقد خضت وطالعت 100 كتاب للذكر لا للحصر، وكما يقول المثل الصيني: لا تعطيني سمكة بل علمني كيف أصطادها. وسوف أختم قولي بأنشودة اقرأ. اقرأ اقرأ كانت أول كلمة، اقرأ اقرأ كانت أجمل حكمة، اقرأ بسم الله الدنيا حبا أملا عزما سعي، وانشر في الأرجاء هدايا وتألق نورا كالنجم، مثل الطير يغادر وكره، مثل النحلة فوق الزهرة، ابحث عن معنى عن فكر وانشدها في أعذب نغمة، أقرأ أكتب في المدرسة أسمى معنى أحلى لغتي، أرسم ضربا كالأمنية وأطبع في آخرها بسمة. ستسألونني لماذا اخترت هذه الأنشودة بالذات؟ اخترت هذه الأنشودة لأننا نحن أمة اقرأ، أمة التحدي والعزيمة. هنا بدأت رحلتي بين التاريخ والحضارات والأساطير. بنيت مصعدا من الحجارة التي ألقيتموها لي، ومن هنا بدأت حكاية الملكة أحلام.